المؤلف لقى فكره شدته، كتب تريتمنت محترمه، وبعدين اتزنق في تسليم الحلقات فبقى يملى باي حاجه. لان رغم البدايه القويه للمسلسل اللي كانت بتقول ان احنا هنشوف حاجه محترمه، لكن من بعد الحلقه الثالثه المسلسل تاه وبقى نموذج للاستسهال في الكتابه. زينهم نموذج للمسلسل اللي مش عارف هو عايز ايه، فتبقى بتتفرج مش فاهم هو كوميدي ولا بوليسي ولا رعب ولا ايه بالظبط. هي فين الشخصيات؟ هي فين الاحداث؟ الشخصيات بتظهر وتختفي على مزاج المؤلف من غير لا منطق ولا مبرر درامي، والاحداث ولا فيها تصاعد ولا تطور في الدراما. يعني مثلا حكايه السواق اللي طلع بصدفه هندي، السواق بتاع ابو زينهم، بكل الشخصيات اللي ظهرت فيها، كل الشخصيات اختفت من غير ما تاثر على الاحداث في اي حاجه. كمان المؤلف مشغول بفكره الكاركتر، فحب يعمل كاركتر كوميدي لكل شخصيه، بس ضربت منه في الاخر وطلعت معظم الشخصيات ملهاش ملامح. فعمل زينهم بكرش، جيمي عيل سيس، وامه طبقيه، وابو جيمي ماسك العصايه من النص. عندك ساره مثلا خطيبه زينهم الاولى، كل مشاهدها وحواراتها مع زينهم من بعد ما سابته لا لها لازمه ولا اي معنى ولا بتضيف اي حاجه للاحداث. جميله اقسم بالله، لا دي اللازمه بتاعتها مش انا اللي بقول. من اول ما طلعت وهي ملهاش اهل يسالوا عليها، فجاه طلع لها اخت متطلقه ومعاها 3 عيال، لا وطلع لها اب وام كمان. اما يمنى بنت عمة جيمي اللي هي انجب السعود، لا عندها كاريزما ولا موهبه ولا عارفه تمثل ولا حتى في كيمياء ما بينها وبين كريم قاسم، ده غير ابن عمة جيمي اللي مش عارف ايه لازمته في الاحداث ولا ايه دوره اصلا. كمان الجرائم اللي بيشتغل عليها زينهم ما بتعملش اي تطور في اي احداث للمسلسل. يعني مثلا هي الحلقات متصله منفصله وبيربط بينها الطبيب الشرعي اللي هو زينهم، ومش عارف ايه الابداع ان هم يسموا الراجل الضرير في المشرحه الشيخ حسني على اسم بطل فيلم الكيت، ولا حكايه ابوه اللي كل شويه بيظهر ويختفي ويشبه كتير لفيلم اسف على الازعاج، او المزيكا اللي شبه فيلم ادمز فاميلي. وبعدين ايه المشرحه اللي ما فيهاش غير 2 دكاتره و3 موظفين ما لهمش لازمه، ولا حتى فيها ناس بيجوا يسالوا على اهلهم المتشرحين جوه. خساره ان اول بطوله لاحمد داوود تكون في المسلسل ده. المسلسل كان مبشر في اوله بس للاسف خيش من بعد الحلقه الرابعه.